العقرب تحمل صبر، ولما حط الفاصلة هالشي صار عن قناعة. عقرب المجتمع والناس أو باختصار كل يلي حواليك تأكد ما راح يحسوا بشي من جواتك. هاي حياتك يا عقرب، وانت اللي لازم تعرف تقرر كيف تعيشها. اضرب بالحكي عرض الحائط، واي شي مقتنع فيك كمله للنهاية. وانا اول واحد حابب احكي لك انك ابهرتني بقوتك يا بطل. دوس الخيانة والنفاق، الكذب والمصالح، دوسهم تحت رجلك وترفع فوق القمة لوحدك. اعمل ايفرست العقرب، وبأكد لك راح تكسر الدنيا بنجاحاتك يا بطل. بالبداية بتمنى من الجميع يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس، فجر زر اللايك يا عقرب، لأنه القراءات الجاية راح تكون أقوى. شو شعور العقارب بعد التحرر، بعد حرق ملفات الماضي؟ شوف يا عقرب، في شي جواك اليوم هالشي عم يتغير بهدوء، مو ضحكة مو حزن، هو شعور انك اخيرا بطلت مجبور تشرح حالك لحدا. العقرب اليوم حاسس انه تعب سنين كاملة عم يوقع عن كتافه شوي شوي، في راحة غريبة كأنك كنت حامل جبل وما حدا كان شايفه. انت مو مثل قبل، صار عندك برود، مو لأنك قاسي، لأنك تعبت من كثر ما كنت تعطي مشاعرك للناس وما كانت الناس تشوف قيمة هالمشاعر. وفي قرار داخلي أخذته بينك وبين حالك، إنه من هلأ ورايح ما عاد تركض ورا حدا، ولا تبرر وجعك، ولا تستنى التقدير من شخص ما بيعرف يقدر. وفي طاقة قوة عم تكبر جواتك يا عقرب، مو قوة صوت، لا، قوة شخص عرف إنه النجاة أحيانا بتكون بالابتعاد مو بالمواجهة. شو هو التعويض الجايك يا عقرب بعد حرق ملفات الماضي؟ شوف، التعويض مو بس شخص جديد، التعويض الحقيقي انك تسترجع نفسك. راح ترجع تنام براحة، ترجع تضحك بدون ما تفكر مين راح يزعل، وترجع تحس انك خفيف بعد ما كنت غارق بطاقة ناس استنزفتك. وفي باب جديد عم ينفتح امامك، رزقة، فرصة، او شخص يدخل حياتك بطريقة تخليك تحكي لهالدرجة كان لازم اصبر. الكل راح يعوضك عن كل مرة انكسرت فيها يا عقرب وسكتت، عن كل مرة حسيت حالك لحالك، وعن كل مرة حاولت تكون منيح مع ناس ما كانت تستاهل. وفي رسالة واضحة لك يا عقرب، لا ترجع لأي باب تسكر بوجهك بيوم من الأيام أو أنت سكرته، لأن يلي جاي أنظف وأهدى وأصدق. طيب، مين الناس يلي راح تندم على خسارة العقرب وكيف وليش؟ شوف، في ناس كانت مفكرة انك رح تبقى متوفر إلهم مهما عملوا، بس لما بعدت يا عقرب اكتشفوا انه وجودك كان امان، مو شي عادي. ندموا لانهم عرفوا متأخرين انك مو شخص سهل يتعوض. عقرب، في بطاقتك شي نادر، وهالشي صدق، احتواء وتحمل، بس المشكلة انهم ما حسوا بقيمتك الا لما اختفيت. وفي شخص تحديدا كان يشوف نجاحك او هدوءك وينقهر بصمت، لأنه كان متوقع يشوفك مكسور مو واقف بهالقوة. بس انتبه عقرب، مو كل ندم يعني رجعة. أحيانا الناس تندم لأنهم خسروا الراحة يلي كانت عندك، مو لأنهم تغيروا. تمام؟ مو مطلوب منك تثبت للناس أنك قوي يا عقرب، ركز معي منيح، مو مطلوب منك تثبت للناس أنك قوي. القوي الحقيقي هو يلي بينهار بصمت وبيرجع يوقف لحاله. وانت وقفت بعد كل شيء، رجعت وقفت، وهذا الشيء مو سهل ابدا يا عقرب. في ناس راح تراقبك من بعيد وتستغرب كيف شخص عدى بكل هالخذلان ولسه عنده قوة بعيونه. لا تخاف من الوحدة، احيانا الوحدة هي المكان الوحيد اللي بيرجعك لنفسك الحقيقية يا عقرب. ومن هون ورايح يا بتعيش الحياة مثل ما الناس بدها، يا بتعيش مثل ما روحك تستحق. وإذا وصلت لهون علق لي بكلمة عقرب وولدت من جديد. وآخر همي كلام الناس، بحبكم كتير، لا تنسونا باللايك والاشتراك.